انا عايز حد يقنعني ان خالد الغندور وطارق السيد ورضا عبد العال والناس ديت كانوا لعيبه في الزمالك، يعني كانوا لعيبه كره قدم وكده، يعني كانوا شايفين الحياه ازاي. الناس دي مثلا ممكن يكونوا كانوا بيعرفوا يلعبوا شويه مثلا في الملعب، بس مخهم تحت خالص. طارق السيد بعد الهدف الثاني للسنغال، السنغال كانت بتلعب بلجيكا فخسرت 3-2. انا شفت سكرينات، ما اتفرجتش على الماتش، شفت سكرينات للزملكاويه، اقسم بالله فكرت السنغال وصلت لنهائي كاس العالم. ازاي يا عم اسلام نزل طارق السيد بيقول لك بلجيكا ديت لو في مجموعه اقوى من بتاعه مصر ديت، ما ذكرش مصر عشان ما يقدرش. اه المهم يعني بيقول لك بلجيكا ديت لو في مجموعه اقوى كانت خرجت، مع ان اللي صعد الاتنين الاقوى بلجيكا وعم بلده منتخب مصر. ما علينا. خالد الغندور لقيت له سكرينه غريبه بيقول لك هي دي بلجيكا التاسع على العالم. هي دي بلجيكا التاسع على العالم، فريق قوي وصعد معانا كمصريين واحنا الفرقتين صعدنا. المهم ادخل ادور على البوستات دي لقيتها اتمسحت وكانهم دخلوا التواليت وجابوا حته منديل ومسحوا بيها. استعملتوها كمناديل يا مقرفين، يا مقرفين. منتخب مصر هيفضل فوق راسكم، وهيفضل حسام حسن عمكم، وهتفضل لعيبه الاهلي هي اللي شايله المنتخب طول العمر، واي انجاز للمنتخب على مر التاريخ هتدور هتلاقيه اهلاوي اللي عمله. واقول لك على حاجه ان شاء الله مصر هتصعد وهتتحرق وهتتوجعوا اكتر يا زملكاويه. شجعوا انتوا بس المنتخبات اللي بتلعبنا وسيبوا الباقي على الله. استنى خد يا زملكاوي.